اللجان من العناصر الكويسه اللي بتحب نادي الزمالك، اللي هي من الاعضاء طبعا اعضاء عاملين في النادي وخدتهم كلجان، ومنهم كان اعضاء مجلس اداره، يعني زي الدكتور صبري ابو علي هو رئيس لجنه التنميه الموارد. تمام. وفيها هاني شكري، عمرو ادهم، انا مش عايزه يعني انسى بس حد، لكن استاذ مجدي مشيل اعتقد كمان في اللجنه الهندسيه. في اللجنه الهندسيه. فعملنا تشكيل، نشكل لجان هي اللي بتقدر تطلع توصيات لمجلس الاداره من عناصر كويسه جدا. عندك مثلا لجنه التعاقدات، الدكتور عبد الله جورج، المستشار معتز مدحت، هو مستشار المجلس ودوره كويس جدا، حتى في التعاقدات مع اللعيبه، مع في برضه حتى تعاقدات مع لعيبه جايه بالنسبه للسله، لكن لسه مش هنقدر نقول اساميهم دلوقتي، لكن هم حوالي 3 لعيبه من اللعيبه اللي سوبر سوبر بالنسبه للعبه جوه مصر. حاجه كويسه جدا. هو شاب يعني زينا كده، بيشتغل، انا عارف بيشتغل بحب. يعني انا بقول لك لما في الشغل انت ممكن تكون عارفه حاجه شخصيه، لكن في الشغل في العمل بالظبط. فحاجه كويسه جدا يعني. دي بالنسبه للتشكيلات اللي مجلس اداره قدر ان هو يقدر ان هو يعملها، على اساس ان هي دي اللي بتطلع التوصيات لمجلس اداره. فبصراحه حاجه هايله جدا وشغالين كويس جدا. من ناحيه بقى الاجتماعيه، عندنا هي في حاجه اجتماعيا ورياضيا، يعني الاثنين مع بعض. موضوع الملاعب الناشئين دي حاجه حجم عمل ممكن يخش فوق 7-8 مليون جنيه. دي مع شركه اسمها شركه الخليج، احنا عاملين تعاقد معاها باعلانات، يعني يخلص لنا الشغل كله بصراحه. هي اللي هو يعمل ملاعب للناشئين، اللي هي ترتان النجيل الصناعي، 3 ملاعب للناشئين، ملعبين هاندبول ترتان، غرف خلع ملابس، اماكن زي مدرجات كده للاولياء الامور للناشئين، مطاعم. يعني هيبقى مجمع كده لوحده. هيعملوا ده بدون ما الزمالك يدفع فلوس؟ لا خالص. مقابل ايه بقى؟ مقابل ان هو بعد ما يخلص الشغل نعمل له اعلانات. يعني كان اللي قايم بالدور ده صراحه الدكتور محمود سعد. فيعني دي من ضمن الحاجات دي هتساهم هيبقى في طفره في قطاع الناشئين بشكل كويس، يبقى في ملاعب كويسه الناشئ نادي الزمالك يتمرن عليها. هي هتعود عليك بكل الاتجاهات. تطلع لعيبه كويسه، تدخل فلوس، مستوى الرقي في النادي. الملاعب قبل كده كان بتستهلك النجيل الطبيعي و50 فرقه ناشئين بتنزل فبيبوظ. ما هو كريم برضو من 2005 ل 2011 11 مجلس في نادي الزمالك، يعني كل مجلس ما يقعدش سنه. ما بيقعدش 7-8 شهور متوسط يعني. فمين اني مجلس في 7-8 شهور كمتوسط يقدر يعمل حاجه في نادي الزمالك؟ صح. يمكن مش بنشكر، يعني مش بشكر في المجلس الاستاذ ممدوح عباس، لكن في الفتره اللي احنا قعدناها اول مره السنه و3 شهور برضه يعني استاذ مرتضى منصور برضه واجب الشكر بالنسبه له، ان هو خرج القصه من القضايا وخرج نادي الزمالك من القضايا، ان هو لما تنازل عن القضيه. ده طبعا دي حاجه ما فيهاش برضه نديله حقه لمصلحه نادي الزمالك دي. وهو حط ان نادي الزمالك هو مصلحته الاولانيه انه لازم يتنازل عن القضيه، لان الزمالك قعد في المحاكم فتره كبيره جدا، كتير قوي، كتير جدا يعني. فابتدى الموضوع يتحسن نوعا ما لما المجلس اتحل وجه المستشار جلال ابراهيم كان رئيس المجلس. طبعا كان بيشتغل في وقت صعب جدا، لان دخل عليه على طول موضوع ثوره 25 يناير. فالموضوع كان بالنسبه له صعب جدا، يعني خدها كده، هو اللي افتتح الموضوع. فالدنيا طبعا بالنسبه له لازم تبقى واقفه جدا يعني، وكلنا بنعذره، لان البلد كلها وقعت رياضيا، اقتصاديا، سياسيا، كل حاجه وقعت. فلما المجلس الاستاذ ممدوح عباس رجعنا تاني بعد المستشار مرتضى منصور ما تنازل عن القضيه وحصل حل ودي يعني لمصلحه نادي الزمالك، ابتدينا ان احنا داخلين وعندنا اعباء كتيره في الفتره اللي فاتت. برضو لازم نكون واقعيين ان مجلس اداره لما جه كان منتخب، ادى استقرار، ادى نوعا ما للناس ان لا ده انتخابات، يبقى الناس دي قاعده، يبقى قدامهم 4 سنين. اللي عايز يجي يتعاقد معاك هيتعاقد، اللي عايز يفتح شغل معاك عارف ان الناس دي قاعده فتره. حتى لو مش باللعيبه كاستثمار، ان انت تقدر مفيش قضايا على النادي، فالدنيا هاديه. يا كريم احنا كنا هنبني المبنى الاجتماعي بدون ما ندفع جنيه.
المبنى الاجتماعي اللي هو لغايه دلوقتي الجديد اللي المفروض يتعمل. مستثمر يجي وياخده ويروح عامله واخد دور، يعني قصص باتفاقات وبدون انت كنادي الزمالك ما تتحمل حاجه، ما تتحمل حاجه، اي اعباء ماليه. ليه؟ لان الراجل اللي داخل عارف ان هو قدامه 4 سنين فيقدر يلم نفسه في مجلس مستقر. طبعا. يعني هو ما يجيش مجلس تاني يقول له لا يا عم شغلك وقف خلاص، شغلك وقف. يبقى مثلا النهارده المبنى الاجتماعي عشان يبقى خلصان يتكلف له 40 50 مليون جنيه، نفترض ان المستثمر ياخد قرض، خلاص ده هيتسجن بقى. يعني انت واخد بالك، ما خلاص مش هيقدر يعمل حاجه. المهم ان احنا ابتدينا نتكلم في موضوع مقاولين العرب عشان هي اللي ماسكه موضوع المبنى الاجتماعي. كان مقاولين العرب كان يعني عايز مبلغ من نادي الزمالك، كان الزمالك عليه ديون للمقاولين وما اتدفعتش اعتقد. هو كان في شيك واتدفع، ده الكلام ده كان حوالي من قيمه تقريبا اسبوعين. يعني كده المقاولين مالوش اي مستحقات عند نادي الزمالك؟ لا لسه، ولا في لسه جزء متبقي؟ لسه في مستحقات، لكن خلاص يعني احنا شبه ما عملنا الاتفاق بين نادي الزمالك وبين المقاولين العرب ازاي هنقدر نشتغل، وان شاء الله باذن الله في خلال الشهر الجاي ده هيبقى في بدايه شغل، هيبتدوا ينزلوا المعدات ويشتغلوا. يعني دي من الناحيه الاجتماعيه، يعني في شغل هيتعمل المبنى الاداري والمبنى الاجتماعي الجديد. من الناحيه الاجتماعيه، زائد ان في اليومين اللي فاتوا دول بعد اجتماع مجلس اداره يوم السبت، الاستاذ ممدوح عباس نزل النادي وبص كده شويه فلقى بعض القصور في نادي الزمالك، فابتدينا ان احنا كنشاط اجتماعي فابتدينا ان احنا نبص عليها شويه، زي حديقه اطفال، شيء مثلا من بعض الحمامات مثلا متهالكه شويه تبتدي تتجدد. مش فاكر صراحه كل حاجه، لكن دي الحاجات اللي احنا شغالين فيها وماشيين بيها بقوه. زائد موضوع الجيم طبعا اللي انا بعمله ده ان شاء الله يعني قريبا هيكون افتتاحه، مش السنه دي ان شاء الله مش هتخلص لما يكون افتتاحه يعني خلال نهايه الموسم السنه دي او نهايه السنه هيبقى في جيم ثالث بقى، او في جيمين في نادي الزمالك. في جيمين، الجيم اللعيبه وجيم الاعضاء، والجيم ده حتى انا كمان بفكر ده هيبقى بالاعضاء برضه ولا كده وكده؟ لا هيبقى للاعضاء مش للالعاب الرياضيه. لا ما هو اوريدي في جيم بس الجيم ده كان يعني شويه مخصص للفريق الاول. اوكي بس انت عندك دلوقتي الجيم الثاني هو متهالك، فانت حتى النهارده كالعاب رياضيه تخش مش هينفع. يعني العضو برضه مهما كان بيخش ايه يعني بيبقى لعبه بسيط، غير لما غير الرياضيين بيبقى فيه حمل. فالموضوع بيبقى مختلف شويه. لكن الجيم ان شاء الله باذن الله هيخلص في خلال كام شهر دول، على يعني مساحته حوالي 600 متر يا كريم. مساحه كبيره. مساحه كبيره يعني. فان شاء الله هيكون حاجه كويسه مشرفه لنادي الزمالك. ومش ان انت تعمل جيم بس، ده انت ممكن تستثمره. يعني انت تستثمره ازاي؟ يعني انا كفكري مثلا ان احنا ممكن نستثمره ازاي. طبعا العضو ليه حقيه لاستخدام الجيم مقابل اشتراك شهري مثلا، بس بيبقى رمزي ان هو كعضو نادي. مقابل اشتراك رمزي مثلا 150 جنيه. النهارده لما تروح اي جيم بره الانديه سنويا 3000 و4000 ب 4000 و 5000 جنيه في السنه. يعني بتلاقي مثلا في الشهر ب 400 جنيه 500 جنيه. طب انت لما تلاقي جيم على مساحه 600 متر في اجهزه حوالي فوق ال 22 جهاز ومجهز بتكنولوجيا عاليه، يعني في حاجات كتيره قوي. انا يعني هبقى يعني ان شاء الله لما اخلصه كده برضه هبقى اخليك ان شاء الله ابعت لك سيديه تعرضه. فهيبقى حاجه جميله جدا. انا دخلت معظم الجيمات اللي في الانديه عشان اعمل احسن منهم. يعني قبل حتى ما ابتدي المشروع عرفت ايه اللي كويس. زائد معايا طبعا المهندس محمد حجازي، طبعا حاجه جميله جدا، هو اللي ماسك لي دايما اي حاجه بعملها جوه النادي. يعني مش عشوائي، يعني الموضوع مش عشوائي. في تخطيط وما بتمشي مرحله ومراحل، والشهر ده هنعمل ايه والشهر الجاي هنعمل ايه وكذا. الاستثمار ازاي؟ ان انا النهارده ممكن اجيب يعني اجيب واحد اجر له الجيم. يعني انا بقول دلوقتي كده، لكن ممكن ما يحصلش كده، لان ده في الاخر انا هسلمه لنادي الزمالك ومجلس ادارته، وبعد كده ساعتها نادي الزمالك هو اللي يدرس بقى يشوف ممكن يعمل ايه. لكن انا بتكلم على وجهه نظري ممكن اللي انا اعرضها ايه، ان ممكن نجيب مستثمر يجي يمسك الجيم. تعالى انا هاخد منك مثلا مبلغ قد كذا في السنه، لكن العضو الماكسيمم اللي تقدر اشتراك كذا ما ينفعش يتعدى كذا، ما ينفعش يتعدى مثلا ال 100 جنيه، ما ينفعش يتعدى ال 150 جنيه. زائد ان انت ليك حجم تقدر تدخلهم من بره
من بره النادي بكارنيهات مخصصه للجيم فقط. يعني هو مش يخش يقعد في الجنينه او الكلام ده، الجيم فقط، لان هيبقى ليها سيستم، وهيبقى في مثلا فرد امن يبقى عارف مين اللي داخل هنا ومين اللي داخل هنا. يعني ليها ممكن تعمل عضويه للجيم بطريقه معينه تبقى خارجه عن عضويه النادي. انا اعتقادي لو ده حصل انت هتحافظ على الجيم على سنين طويله، ان انت هتعمل معاه عقد ان هو مثلا ياخدوا سنتين، ياخدوا 3، ياخدوا ايا كان من عدد السنين، ويرجعه لك بعد العقد ما يخلص زي ما هو جديد. طيب تمام، دي ملفات اللي بتهم اعضاء النادي. لكن الجمهور اكبر. طبعا جمهور نادي الزمالك بالملايين. طبعا. يعني اعضاء نادي الزمالك مثلا ممكن يكونوا كام؟ 70 80 الف. حوالي 70 الف. لكن الجماهير بالملايين. تمام. وفريق الكرة دايما هو اللي بيستحوذ على الجماهير الاكبر والاهتمام الاكبر من الاعلام او الجماهير. شايف الكرة ماشيه ازاي الفتره اللي جايه؟ وبطوله قويه جدا، الزمالك وصل لدور دوري المجموعات، الاهلي مازيمبي، فريق تشيلسي الغاني، والزمالك في مستحقات للاعبين لسه ما خدوهاش من السنه اللي فاتت غير مستحقات الموسم الجديد. في الجهاز الفني طالب تدعيم بلاعبين عشان يقدر ينافس ويوصل للمباراه النهائيه، اللي هو طبعا طموح نادي الزمالك زي النادي الاهلي. تمام. بطولة. وزي الترجي وزي النجم الساحلي، كلهم فرق كبيره، وزي مازيمبي عايزين ياخدوا البطوله. شايف الكره ماشيه ازاي؟ وبرضه مجموعه من المشاكل الماليه اللي بتواجه الكره في الفتره الجايه. هي المشاكل الماليه دي ظروف احنا قلناها لسه قايلينها، لكن ان شاء الله في خلال الفتره اللي جايه هيكون في حاجه بالنسبه للفلوس هتكون داخله. يعني حتى احنا لما كنا بنتكلم مع بعض في التليفون وقلت لي ده محلين بوتيكات، محلين يحلوا موضوع ازمات الرياضه عامه او في كره القدم. قلت لك يا كريم ده في 22 محل، مش 2 فاضيين لسه ما تاجروش، لسه ولا ما حد فيش اشترى اي ولا حاجه فيهم. لكن هي ظروف البلد هي اللي عامله كده. لكن مش معناها ان احنا معلقين دي شماعه، لكن احنا جاريين في تسويقيا البوتيكات او المحلات دي. وسور النادي في موقع يعني استراتيجي تجاري بشكل غير طبيعي. جامعه الدول العربيه والناحيه الثانيه اللي على جامعه الدول العربيه المحل ب 50,000 جنيه في الشهر. وفي الناحيه الثانيه المحور يعني انا بقول لك على جامعه الدول العربيه 50 المينيمم 50,000 جنيه في الشهر. فالشركات المالتي ناشونال والشركات المحليه شويه قلقانه ان مش عارفه ظروف البلد، فما حدش قادر يحط بالظبط مبلغ يخش. فانا شايف ان دي فتره مؤقته لغايه ما نعدي مرحله انتخابات الرئاسه. اعتقد ان هيبقى فيه هدوء في البلد، واتمنى ذلك، لان احنا كلنا بنحب بلدنا، فدي عايزينها كل واحد في مجاله. الموضوع ان احنا نبقى متفوقين شويه، لكن ازمات اعتقد ان نادي الزمالك في الفتره اللي جايه كمجلس الاداره في خلال الوقت ده، بس انا مش عايز ااكد قوي بالظبط، لكن هي في خلال الاسبوعين اللي جايين دول هيكون في حاجه كويسه وهنقدر نحل بعض المشاكل. يعني الاعلام عايز يطمن برضه على موضوع وبالنسبه للجنه التعاقدات، ما احنا لسه عاملين عبد الله السيسي بس هو جهاز طالب برضه حوالي 3 أو 4 لاعبين كمان، حارس مرمى ومدافع ولاعيب خط وسط واثنين تحت المهاجمين. كل الكلام ده احنا بنبقى مع المدير الفني. مين المدير الفني؟ كابتن حسن شحاته طبعا. حاجه كبيره. اتكلمنا يعني مش اتكلمنا، هي معروفه من حتى من بدايه الموسم ان الكابتن حسن بيبقى طالب كذا او اي مدير فني، يعني عشان نبقى برضه صراحه كمجلس اداره واجب عليه ان هو بينفذ مقترحات المدير الفني ايه، لان هو دي بتاع يعني هو مدير فني في الحته دي، فهو شايف مين اللعيب اللي يقدر يفيده، مين اللعيب اللي مش هيقدر يفيده دلوقتي. فمش معناها ان اللعيب مشي يبقى هو وحش ولعيب جه يبقى هو احسن من اللي مشي، لا، هي ما بتتقاس كده. هي بتتقاس ان الكابتن او المدير الفني بيبقى شايف هو محتاج ايه في الفتره اللي جايه، فبيبني خطه على كده. فواجب على مجلس اداره ان هو طلباته، يهيئ له مناخ كويس وينفذ له طلباته. طيب كلمتوا في موضوع شيكابالا ازاي؟ يعني شيكابالا المفروض السنه الجايه اعاره بيع، الله اعلم، كمجلس اداره فكركم ايه او هتتعاملوا ازاي مع الازمه دي؟ انا زي ما قلت لك ان لما قعدنا واتكلمنا قبل ما نقعد، يعني يمكن انا كنت قابلت كابتن حسن شحاته يوم الثلاث اللي هو قبل يوم السبت اللي كان يوم مجلس الاداره. كلنا متفقين ان اللي عمله شيكابالا ده خطأ ولازم يعاقب عليه، لان دي مبادئ واخلاق ولازم اللعيب ايا كان هو مين في احترام جماهير، في احترام لمجلس ادارته، ليه احترام للمدير الفني. الموضوع مش موضوع نرفزه ملعب وخلاص، لا اتنرفز مع نفسي، لكن انت نجم والناس كلها شايفاك،
فانت لازم تبقى واخد بالك من الاخطاء دي. لكن قررنا كمجلس اداره ان يتخصم 25% من مستحقاته. حتى كان بعض التصريحات اللي انا قلت حتى لو كابتن حسن شحاته رفض الرجوع للنادي او احنا رفضنا الاستقاله وهو صمم على استقالته، فعقاب شيكابالا ده موضوع منتهي بمجلس الاداره بالاجماع، ان خصم 25% زائد اعارته لو جاله اعاره في وقت مناسب يعني. يعني الاعاره الكلام اللي اتقال لو بيع قصدك لو بيع يعني وكيل شيكابالا بيقول لا انا مش هطلع اعاره، انا عايز يبقى بيع نهائي. لا لو بيع نهائي لازم يبقى في عرض كويس، مبلغ مالي معين نادي الزمالك طالبه، حتى عشان قيمته. يعني حتى عشان قيمته هو وقيمته كشيكابالا، ده موضوع بقى لازم يبقى في عروض هاني وصلت لنادي الزمالك بالنسبه لشيكابالا، بس عروض لسه لغايه دلوقتي مش يعني مش رسميه، لكن في كذا